السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب محمد الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير زي ما تشوفوا الفيديو، انتوا تشوفوا الصبح ولا بالليل حسب ما تشوفوه. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واحد امبارح كتب لي في التعليقات قال لي انتي ما وزنتيش الخلفه ليه معانا. قلت ايه ان شاء الله اصورها، اوزنها واصورها وانشرها معاكم. اولا ما شاء الله دي الارنبه اللي والده اول امبارح، بقالها يومين اهي. دي اللي والده عندي بقالها يومين، فانا هاخد معاكم دلوقتي ارنب منها هوزنها، وبرضه هوزن من الوالدين امبارح. انا عامه الخلفه جايه عندي من 75 جرام ل85 جرام، يعني في 10 جرام بتروح بينهم الخلفه. تمام. وبرضو الخلفه لما تكون مولوده وعندها الكرمشه دي، مش عارفه، ثانيه واحده ضبط على الكاميرا اهي. الكرمشه دي الارنب ما شاء الله بيرضع زي ما بنقولها كده بيفحل. شوف ما شاء الله الكرمشه دي، انما لو الارنب نازل كده هيتمط منين؟ هو جلده كله سايب مشدود، ازاي يعني هيكبر بس هياخد فتره اطول. فاحنا هناخد الارنبين دولت اوزنهم معاكم على الميزان واوريكم وزنهم كام. انا ما وزنتهمش وما اعرفش وزنهم كام، انا مديت ايدي طلعتهم قدامكم اهو. هنوزنهم ونشوف وزنهم قد ايه. اول ارنب معانا هو على الميزان 95 جرام، وده التاني 103 جرام. تمام، ارنب اهو والتاني اهو. دولت اللي مولودين امبارح، تعالوا نرجعهم مكانهم. اصل لو لو سبتهم هيطيروا، هما مش قادرين اصلا يقفوا مكانهم ثابتين. رجعناهم تاني اهو مكانهم، ضغطتهم. جو ساقع برد. ودي ارنبه من اللي والده امبارح اهي، ما شاء الله اللهم بارك. ناخد منهم ارنب برضه نوزنه ونشوف. الميزان قدامنا اهو صفر. بسم الله. ناخد ارنب ده نحطه على الميزان 95. طبعا نستنى ده 92. ده ضعيف اهو، ده ضعيف شويه 76. انا قايله ان ما شاء الله كان بالظبط 76 جرام، بس هو اللي قاعد بيتحرك بس بيلخبطني. وده ما شاء الله حجمه حلو، يعني الخلفه بيكون فيها كده وكده، فعشان كده انا بالضعيف اللي هو الوزن ده دي نسيطر عليه ازاي بقى. ده هو ما شاء الله واحد تاني 95 جرام. فاحنا نسيطر بقى على الضعيف ده ازاي عشان ما نخسرش بالرضاعة الحبيس. ان ما شاء الله المليان ده بيخبط الضعيف ما بيرضعش. طيب الاوزان حلوه ازاي بقى يا ام محمد؟ الاوزان حلوه بسبب التغذيه السليمه. اول حاجه بياكلوا وجباتهم، اجوا ما رضوش ياكلوا وجبه، اثروا في وجبه كده، يعني سابوا علف من قدامهم ما بعلفهمش، بسيبهم ما يخلصوا العلف خالص وبعد كده اعلف تاني. تمام. زائد ما بياخدوش اي حقن خالص وهم عشار غير كالسيوم، عشان طبعا بيكونوا هم عشار في البدايات بيكون معاهم علبة يرضعوهم برضو، فعشان كده هم 3 سم كالسيوم. وبدي بقى الامهات كلها 3 سم كالسيوم، وبعد ما بتولد بديلهم 3 سم كالسيوم. انما مضاد حيوي زي ما انا قلت امبارح في الفيديو ما بديش مضاد حيوي للامهات الوالده، عشان انا مش بلقح على طول. انما لو هتلقح على طول يبقى لازم مضاد حيوي عشان ما يعملش التهاب في الرحم ولا قدر الله ولا اي حاجه من الحاجات دي. بنقفل بقى على الارنب ده ما شاء الله. وتعالى نجيب ارنب تانية، واحده تانية من الوالده. هنجيب اللي هناك دي ما شاء الله. ثانيه واحده اهي، دي واحده تانية اهي. شوفوا اللي بقولك عليه بقى الجلد مكرمش باين بقى هنا خالص اهو، ده مكرمش خالص اهو.
لسه ما رجعوش، الباب مقفول اهو. ده ستريتش، دي جلده سادة شادد اهو. اهو المكرمش ده هيبقى احسن من ده، هو باين ان هو تحسي ان هو مكرمش. ده بقى في الحجم هيبقى احسن من ده، وبكره هوريهولكم لما يكبر شويه عن كده هوريهولكم. تعالوا نوزن ده برضو، نشوف على الميزان، ناخد واحد بس، انهم برضو كلهم هيتراوحوا نفس الوزن الواحد اهو. ما شاء الله حجمه عريض يعني، ما شاء الله. طبعا الميزان قدامنا اهو، مصفر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. اهو ايدي بعيد خالص اهو، بس عشان ما يقعش. ما شاء الله يتجرى. ده برضو ما يقولش ان في حاجات اضعف او اقل فيه. فده برضو ما شاء الله، ربنا يبارك. عم يجوا وقت الرضاعة بتاعتهم لسه بدري. برضو في حد سألني انا بعلف ايه. انا بعلف علف الدكتور. ثانية واحدة هوريلكم اهو. انا بعلف علف الدكتور ستار، وزي ما قلت برضو هو علف الدكتور ما شاء الله ماشي عليه. وقبل ما اجيبه كنت جبت سوبر رابت ما ماشي عن تحويل حلو، وجبت في علف برضو اسمه الغانم جبته، بس برضو ما عملش عن تحويل حلو ولا نتيجة حلو، فمشيت على علف الدكتور ستار موحد ماشي عليه بقالي فترة حلوة يعني. دي ما شاء الله برضو انتهى من الوالدين امبارح ما شاء الله. دي كانت جايبة ما شاء الله عدد، بس لقيت لها ارنب برضو مودع الدنيا، بس ما شاء الله جايبة عدد حلو ربنا يبارك. بس يلا عادش حاجة حبيبي، يلا كده كويس. مع السلامة ان شاء الله، اشوفكم في فيديو جديد حاجة كتير. في اي اسئلة اسألوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، بس اهم حاجة متنسوش تحطوا لايك وتعملوا لنا اشتراك. مع السلامة.